مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده اليوم التاني للكتاكيت بتاعتنا. ده العلف اللي هحطه لهم. العلف في الاول يا جماعه بيبقى اسمه علف ناعم اهو. شايفين الحبات عامله ازاي عشان الكتكوت يقدر يبلعها. النهارده بقى احط عليهم ايه مكون انا بحبه جدا 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 في التربيه، بس ما ينفعش نكتر منه، لان لو كترنا منه بيعمل مشاكل، بيعمل اسهال، لان فيه نسبه الدهون عاليه جدا، بس في نفس الوقت نسبه الكالسيوم فيه عاليه جدا، بيفيد العظم بتاع الفراخ جدا، بيفتح شهيتهم، بيحسن الهضم معاهم، وبيعمل يعني ايه فوائد عظيمه قوي في التربيه. انا طبعا بربي على الخلطات وبربي على الاعشاب زي ما انتوا عارفين، اللي اخد مني فراخ قبل كده عارف. النهارده هنحط يعني بصوا العلف ده تقريبا كده نص كيلو، هنحط عليه نص معلقه سمسم. بصوا اهي المعلقه يا دوب نص معلقه سمسم، واقلبها كده على الخلطه على العلف واحطه له. النهارده تاني يوم اهو. اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه العلافات او المكان اللي انتوا تحطوا فيه الاكل والميه بتاعتهم تبقى نظيفه. بصوا الميه اللي لسه مغيراها باستمرار بقى، طبعا في الحر اللي احنا فيه ده عشان الميه ما تسخنش عليهم، عشان غلط جدا لو الميه سخنت. ما شاء الله الانتشار بتاعهم كويس. بصوا اهو بياكلوا وبيشربوا ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله. النهارده كده اليوم التاني بتاعنا، ان شاء الله يوم بيوم هنصور مع بعض وهتشوفوا النتيجه بعينيكم.